يمسكها مساعد ليفيك بتلف الخاتم وبتكهربه، وأوبس مرة واحدة بيبدأ بينهم الأكشن. بس واحد فيهم بيقدر يضرب سيد بالسكينة ببطنها اللي هي تتشل إيدك، فبتقول له كول ياخد الشنطة ويهرب بسرعة، لكن كول بيلبس المظلة وبياخدها هي والشنطة وبيهربوا من الطيارة على طول. وبعد 6 ساعات على جزيرة وسط البحر بتفوق وبتلاقي كول جنبها وعالج جرحها، وبتفرح قوي لما بتشوف الشنطة لسه معاهم، وبتبعت إشارة للمنظمة بمكان وجودهم. وفي نفس الوقت الرجال ليفيك بيعرفوا مكانهم من خلال المظلة اللي استخدمها كول في الهروب من الطيارة، وبيوصلوا لهم تاني يوم وبيهاجموهم وبيقدروا ياخدوا منهم الشنطة. وبيظهروا رجال المخابرات المركزية من عرض البحر وبيحاولوا يقبضوا عليهم لكنهم مش بيلحقوهم، وبياخدوا سيد وكول وبيرجعوا المقر وبيحطوهم على جهاز كشف الكذب، وبيتهموا سيد انها فشلت في حماية الشنطة عشان طول الوقت كان كل همها تحمي كول. بتعترف انها غلطت لما انقذته، طبعا بيتضايق كول من كلامها وبيتعصب عليها، فبتتعصب هي